في قوة جوه حضرتك بتتحرك من أول يوم اتولدت فيه. قوة كانت بتخليك تقوم لما تقع، تضحك وانت بتبكي، وتحلم وانت مش لاقي طريق. القوة دي مش سحر على فكرة، القوة دي هي عقلك الباطن اللي بيحقق المستحيل. على فكرة مش محظوظ، ده شخص عارف يستخدم عقله الباطن زي ما بتستخدم الGPS عشان تحدد الاتجاه. عقلك الباطن هو المحرك الخفي لحياتك. 90% من أفعالك ومن قراراتك ومن تصرفاتك بتطلع منه من غير ما تحس، زي الكمبيوتر بالظبط ما بيشتغل بتعليمات في الخلفية. انت كمان بتعيش بناء على برمجة عقلك الباطن. لكن هل انت اللي برمجته، ولا الحياة هي اللي برمجته، ولا الناس، ولا التجارب، ولا المخاوف هم اللي عملوا كده؟ طب تعال نسمع رأي العلم هنا بيقول ايه. العقل الباطن بيتفاعل مع المشاعر ومع الصور الذهنية مش مع المنطق. دي نقطة تانية، بيشتغل طول الوقت حتى وانت نايم. تالت نقطة ان اي فكرة بتكررها له سواء سلبية او ايجابية هيفترض ان هي امر وينفذه. يعني لو قلت لنفسك انا فاشل مش هنجح، عقلك هيبدأ يدور على كل حاجة تثبت ده. لكن لو قلت انا اقدر، انا ناجح، انا استحق، عقلك الباطن هيبدأ يشتغل على كل قدراتك علشان توصل للواقع ده. في قصة كده بتاعت واحد محامي كان اشتغل في شركة، وكان لسه طبعا جديد على الجروب هناك. لما اشتغل هناك كان حاسس ان هو وسط ناس عبقرة، حاسس ان هو مش زيهم. لكن بدأ يقرر كل يوم مع نفسه انا كفء وانا استحق ان انا اكون مدير الجروب ده كله. وبعد شهور قليلة بقى هو فعلا المحامي الافضل في الشركة كلها. مش لانه كان اذكى، لا، لانه هو قدر يبرمج عقله الباطن على انه يشتغل لمصلحته، ما يشتغلش ضده. وعلى فكرة عايز اقولك كمان ان عقلك الباطن ده بالظبط كده عامل زي التربة. لو زرعت فيها خوف هتحصد فشل، ولو زرعت فيها إيمان هتحصد نجاح. لو حابب تعمل معايا خطوات تستخدمها عشان تقوي عقلك الباطن، يلا بينا. أول حاجة، اكتب هدفك بصيغة واضحة. ما تكتبش أنا عايز أبقى غني، لا، اكتب أنا هحقق دخل شهري كذا في الشهر، وليكن 20,000 جنيه من مشروعي. تمام. تاني حاجة، تكرر تأكيدات إيجابية يوميا. دايما تقول لنفسك أنا أستحق النجاح، أنا في طريقي لأفضل نسخة مني. تالت حاجة، إنك تمارس التخيل الإبداعي. يعني قبل ما تنام تخيل هدفك ده حصل كأنه فعلا حصل، وإنت عايش جوه الخيال اللي إنت شايفه بعينك ده. حاول تمسح الجمل السلبية بقى من دماغك. كل مرة تقول أنا ما أقدرش بتسحب من طاقتك، فلو سمحت امسح، وقف، ابتدي بس في الإيجابية وابعد عن السلبية نهائي. عايز أقول لك إن ما تؤمن به في أعماقك سيتجلى في واقعك، ومشاعرك هي وقود عقلك الباطن. خليك واعي بكل فكرة بتحس بيها، ولو عقلك الباطن اقتنع بيها العالم كله هيساعدك إنك توصل. تعالى نعمل تحدي 3 أيام مع بعض. كل يوم الصبح هنكرر 3 تأكيدات إيجابية بصوت عالي، وقبل النوم هنتخيل هدفنا لمدة 5 دقايق كأنه حصل. تالت حاجة، هنمسك ورقة ونكتب أول هدف حقيقي نفسك توصل له. يا صديقي، ربنا خلق فيك القدرة، لكن سايب لك حرية الاختيار. اما انك تبرمج نفسك على الشك، او تبرمجها على الايمان والانجاز والنجاح. محدش هيشيلك من مكانك غيرك، ومفيش اقوى من انك تبني من جواك قبل ما تطلب البنى ده من براك. ابدأ النهاردة مش من بكرة. اكتب في الكومنت انا امتلك قوة العقل الباطن وهبدأ استخدمها من النهاردة. ولو ما اشتركتش في القناة هقول لك اشترك معانا، لان اللي جاي هيقلب فكرك ويشعل نار التغيير جواك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.